مرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة رحلات عبر الزمن. النهاردة جايبين لكم سؤال بسيط جدا لكنه محير وعميق في نفس الوقت. سؤال كل واحد فينا فكر فيه ولو لمرة واحدة وهو واقف قدام المراية. ليه المرايات بتعكس الصورة بالمقلوب؟ لو واقف قدام مراية ورفعت إيدك اليمين هتلاقي في المراية إن اللي بتحرك هو إيدك الشمال. طيب ليه؟ هل المرايات فيها حاجة سحرية بتغير الاتجاهات؟ ولا الموضوع له علاقة بعقلنا إحنا؟ وليه الصورة ما بتتعكسش فوق وتحت كمان؟ أسئلة كتير صح؟ لكن الإجابة مش بالبساطة اللي ممكن تتخيلها. استعدوا لرحلة ممتعة هنكشف فيها أسرار المرايات ونعرف إزاي الفيزياء بتتحكم في اللي بنشوفه قدامنا. لكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. جاهزين؟ يلا بينا نبدأ. خلينا نبدأ من الأول خالص. إزاي المرايات بتشتغل؟ المراية في الأساس سطحه أملس جدا بيعكس الضوء اللي بيقع عليه. لما شعاع ضوء يجي للمراية بينعكس عنها بنفس الزاوية اللي جه بيها. يعني لو الشعاع جه بزاوية 30 درجة هيرجع بنفس الزاوية 30 درجة. العملية دي بسيطة جدا لكن تأثيرها على عقولنا معقد جدا. طيب لو المراية بتعكس الصورة زي ما هي ليه إحنا شايفينها مقلوبة يمين وشمال؟ هنا السر مش في المراية نفسها لكن في عقلنا البشري اللي بيفسر الصورة. عقل الإنسان متعود يتعامل مع الأجسام اللي قدامه على إنها ثلاثية الأبعاد، ولما يبص في المراية بيحاول يترجم الصورة كأنها شخص حقيقي واقف قدامه. يعني ببساطة المراية مش بتعكس يمين وشمال لكنها بتعكس قدام وورا. عقلنا هو اللي بيخدعنا وبيترجم الصورة بالشكل اللي إحنا متعودين عليه. عشان تفهم الموضوع أكتر تخيل إنك بتقف قدام شخص وبتقوله يرفع إيده اليمين. هتلاقي إيدك اليمين بتتقابل مع إيده الشمال لأنه واقف عكسك. نفس الشيء بيحصل مع المراية. ليه مش بتعكس فوق وتحت؟ ده سؤال تاني مهم. السبب بسيط جدا، المراية بتعكس الضوء بنفس الزاوية في كل الاتجاهات، لكن إحنا مش بنلاحظ التغيير في الاتجاه العمودي فوق وتحت لأنه ما بيفرقش مع عقلنا زي الاتجاه الأفقي. تخيل إنك واقف قدام المراية وبتحرك رأسك لفوق أو لتحت، مش هتحس بفرق كبير زي لما تحرك إيدك يمين أو شمال. المرايات والفيزياء. المرايات بتعتمد في شغلها على حاجة اسمها الانعكاس القانوني للضوء. يعني كل شعاع ضوء بيجي للمراية بينعكس بنفس الزاوية اللي جه بيها. الفكرة دي بسيطة لكنها قوية جدا وهي اللي بتخلينا نشوف صورتنا قدامنا. لكن مش كل المرايات زي بعض، في أنواع تانية زي المرايات المحدبة والمقعرة. المرايات المحدبة بتعمل على نشر الضوء وده بيخلي الصورة تظهر أصغر وأبعد. أما المرايات المقعرة فهي بتجمع الضوء وبتكبر الصورة. دي حاجات بنشوفها كل يوم في حاجات زي مرايات السيارات أو المرايات المستخدمة في الميكروسكوبات. إزاي العقل بيترجم الصورة؟ العقل البشري دايماً بيحاول يفسر العالم حواليه بطريقة منطقية. لما تبص في المراية عقلك مش قادر يتعامل مع فكرة إن الصورة معكوسة قدامه، فبيبدأ يترجمها كأنها شخص تاني واقف قدامك. ده بيخليه يعكس الاتجاهات تلقائياً. تعالوا نتخيل حاجة، لو كانت المراية بتعكس فوق وتحت بدل يمين وشمال كان شكل العالم هيبقى مختلف تماماً. وفي النهاية عرفنا إن المرايات مش بتعكس الصورة بالمقلوب زي ما كنا فاكرين، لكنها ببساطة بتعكس الضوء اللي بيجي عليها. السر كله في عقلنا اللي بيفسر الأمور بطريقة معقدة. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في قناة رحلات عبر الزمن وتفعلوا زر الجرس علشان توصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة. استنونا في الحلقة الجاية مع لغز جديد ومعلومة جديدة. سباركلز.